بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. هنبتدي الدرس بتاعنا بالصلاة الربانية، وبعد كده الجزء الحفظ اللي علينا بنحفظه بالتكرار. كل مرة هنصلي بيه وهنحفظه بالتكرار. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بكل شكر: يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. مزمور 119، وده اللي علينا حفظ. إليك يا رب صرخت في حزني فاستجب لي، يا رب نجي نفسي من الشفاه الظالمة واللسان الغاش. ماذا تعطى وماذا تزاد أيها اللسان الغاش؟ سهام الأقوياء مرهفة مع جمر البرية. ويل لي فإن غربتي قد طالت علي، وسكنت في مساكن قدار. طويلا سكنت نفسي في الغربة، ومع مبغضي السلام كنت صاحب سلام. وحين كنت أكلمهم كانوا يقاتلونني باطلا. هللويا. أول درس عندنا في الكتاب هو درس مهم جدا عن شخصية السيد المسيح. دايما الشيطان لما بيجي يحارب الكنيسة ويحارب ربنا يشكك الإنسان في حاجتين: يشككه في ألوهية السيد المسيح وفي الكتاب المقدس، ويقول له إن كتابه محرف. عشان كده المنهج السنة دي هيثبت لينا ألوهية السيد المسيح، وهيثبت لينا بعد كده في دروس قادمة عن استحالة تحريف الكتاب المقدس. فأول حاجة عندنا هي الصفات الإلهية للسيد المسيح. لو احنا فكرنا كده وقلنا مين هو السيد المسيح؟ الرب يسوع المسيح هو إله متجسد، هو لاهوت كامل متحد بناسوت كامل. لما بشر الملاك العذراء وحل في بطنها وطهر أحشائها الروح القدس، وحل أقنوم الابن في بطن العذراء وتجسد منها، أصبح لحظة التجسد دي اتحاد اللاهوت بالناسوت. وكلمة اللاهوت هي طبيعة الله، كلمة اللاهوت هي طبيعة الله وهو الله. والناسوت اللي هو الإنسان الكامل، جسد إنسان كامل، هو تجسد وتأنس، يعني أصبح جسد، أخذ جسد إنسان من العذراء وتأنس أصبح إنسان كامل. فكان لي صفات إنسانية وصفات إلهية. إيه هي الصفات الإنسانية؟ اللي هو زينا بالظبط، بياكل بيشرب بيكبر بيحزن بيفرح وهكذا، إلا حاجة واحدة بس، إن هو قدوس بلا خطية. إنما إحنا طبعا تحت الخطية وتحت سلطة الشيطان. إنما الصفات الإلهية للسيد المسيح، لأنه الله المتجسد، في صفات كتير. هناخد 10 صفات. أول صفة هو الإله السرمدي، وهنشرح دلوقتي كل صفة لوحدها يعني إيه. الإله السرمدي، الإله الخالق، القدوس بلا خطية، غافر الخطايا، هو الحياة ومعطي الحياة، هو كل القدرة، العالم بكل شيء، غير المتغير، مخلص العالم، المعلم الصالح. هنبتدي بأول حاجة الله الإله السرمدي أو الله السرمدي. المسيح هو الله السرمدي. يعني إيه كلمة سرمدية؟ سرمدية هنا بمعنى أن الله دائم غير محدود بزمان، فلا بداية له ولا نهاية له، أو ممكن نقول الأزلي الأبدي، يعني موجود منذ الأزل وإلى الأبد، الذي بلا بداية وبلا نهاية. بيشهد العهد القديم بالكلام ده، لأن الكنيسة مفيش حاجة في إيمانها بتألفه أو بتجيبه من أي مكان غير الكتاب المقدس. هو ده المرجع الأساسي بتاعنا في إيماننا. فبيشهد العهد القديم إن الله سرمدي. في مزمور 90 بيقول: منذ الأزل إلى الأبد أنت الله. وبيشهد بأنه في بيت لحم يخرج المتسلط على إسرائيل، وهو منذ القديم ومنذ الأزل. ده
في أمثال 8 وفي بس. فاحنا عندنا العهد القديم بيشهد للمسيح بنبوات كتير عن تجسده وعن حياته كلها. فقال إن هو هيخرج من بيت لحم وهيتسلط على إسرائيل، وهو منذ القديم ومنذ الأزل. ده يؤكد على إن المسيح موجود منذ الأزل. والسيد المسيح له المجد قال بنفسه عن نفسه في العهد الجديد بقى بميلاد المسيح وحياته، قال الحق الحق أقول لكم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. ده كان بيكلم اليهود وبيقول لهم إن قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. فهنا لفظ كلمة يكون وكائن بتعبر عن المطلق الأزلي اللازمني. كلمة مطلق يعني غير محدود، وأزلي لا زمني ملوش زمن. إحنا بس اللي تحت خط الزمن، إنما الله مش زمني، يعني ليس تحت خط الزمن بل هو فوق خط الزمن. وبيقول أيضا عن نفسه في رؤيا إصحاح 1 عدد 8 أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، وده تأكيد على إن هو أزلي أبدي. بيؤكد برضو معلمنا يوحنا البشير على أزلية السيد المسيح في أول إصحاح ليه لما قال في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله. هنا بيؤكد إن الكلمة اللي هو المسيح اللي هو ابن الله كان موجود من البدء عند الله، وهو الكلمة الله. تاني حاجة الله الخالق. كلنا طبعا عارفين في قصة الخليقة في سفر التكوين في البدء خلق الله السماوات والأرض. إذن ده إثبات إن الله يخلق. في سفر التكوين بيشرح إزاي خلق الله كل شيء من الكائنات كما خلق الإنسان ليتسلط على كل المخلوقات من نبات وحيوان. فخلق الكون كله في 6 أيام، واليوم السادس خلق الإنسان، وفي اليوم السابع استراح. في آيات كتير من الكتاب المقدس بتثبت إن المسيح هو الخالق، وبدونه ما كانت هناك خليقة. طبعا يوحنا الإنجيلي أو يوحنا الحبيب أو يوحنا الرائي برضو في الإصحاح الأول عدد 3 بيقول كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. اللي هو مين؟ المسيح، الله الكلمة. كل حاجة كانت بيه، ومن غيره مش هيكون فيه ولا خليقة، لأن الله خلق العالم بكلمته أي بسيد المسيح نفسه. فسيد المسيح له المجد يخلق بقوة لاهوته، فهو الأقنوم الثاني عقل الله الناطق. برضو في معجزات كتير جدا بتثبت إن هو خالق، هناخدها بعد شوية. قدوس بلا خطية. يعني إيه كلمة قدوس؟ كلمة قدوس يعني طاهر بلا خطية، طاهر. وتكونون لي قديسين لأني قدوس أنا الله أو أنا الرب. دي في لاويين 20:26 في العهد القديم. بيشهد لنفسه بيقول تكونون لي قديسين لأني قدوس أنا الرب. وفي عدة دلائل على أن المسيح هو كمان له المجد هو القدوس. لما جه وقف قدام اليهود وتحداهم وقال لهم من منكم يبكتني على خطية، لما جابوا له المرأة اللي أمسكت في ذات الفعل، دي في يوحنا 8:26. اليهود وقفوا احتاروا، ما قدروش ان هم يتكلموا معاه عشان هو كان بلا خطية، ولو كانوا قدروا ان هم يمسكوا له على خطية واحدة كانوا قدروا يصلبوه على طول ويحكموا عليه، انما هم ما لقوش خطية واحدة بس تدين المسيح. شهد الملاك للعذراء عندما بشرها قائلا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. قدوس من البداية، هو قدوس وطاهر بلا خطية. قال برضو عنه بيلاطس ليس فيه خطية واحدة، ما لقاش فيه ولا خطية عشان يحكم عليه، وحس ان هو مظلوم، فهو القدوس بلا خطية. غافر الخطايا. هنلاقي ان مغفرة الخطايا من حق الله وحده. ليه؟ لأن الخطية أصلا كانت موجهة إلى الله، الإنسان وجه عصيانه إلى الله وعصى الله، فاللي يغفر هو الله نفسه.
فهي كسر لوصاياه وتعدي على شرائعه وعدم محبته وتفضيل للشر عليه. دي كانت الخطية، والخطية هي رفض الله، ويتضح ذلك في قول الرب: ربيت بنين ونشأتهم، أما هم فعصوا علي، تركوا الرب، استهانوا بقدوس إسرائيل. ده كان في إشعياء 1. فالله بيغفر الخطايا. طب هل السيد المسيح برضو كان بيغفر خطايا؟ أيوة، قام السيد المسيح بمغفرة الخطية للمفلوج قائلا: ثق يا بني مغفورة لك خطاياك. وكان بيقولها بالأمر وبثقة. كان السيد المسيح يغفر الخطايا بمجرد الأمر، ليس بطلب صلاة إن هو بيصلي من ربنا يعني يقول له يا رب اغفر له، لا طبعا، هو كان بيقول مباشرة في سلطان مغفرة الخطايا. فقال لليهود: فإن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا. يعني لو الابن اللي هو المسيح حرركم من خطاياكم فبالحقيقة هتكونوا أحرار، لأن هو صاحب سلطان. هو الحياة ومعطي الحياة. هل الله معطي حياة؟ أيوة، لأنه وهبها لنا وأعدها مسبقا من قبل محبته للإنسان. وفي رمية بيقول: وأما هبة الله فهي حياة أبدية. معنى كده الله يعطي الحياة لأنه بيهبنا الحياة، والحياة الأبدية مش حق لينا، لا، إنما دي عطية وهبة من ربنا. السيد المسيح له المجد أيضا معطي الحياة الأبدية، فقد وعد للسلمين قائلا: الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس. فإذا هو بيعطي حياة، بيديله حياة، إن أنت هتكون معي النهاردة، عنده سلطان على الحياة الأبدية. وقال عن نفسه: أنا هو الطريق والحق والحياة. السيد المسيح أيضا معطي الحياة من خلال إقامته للموتى، فأقام لعازر بعد موته ب4 أيام، لأنه كما أن الآب يقيم الأموات ويحيي، كذلك الابن أيضا يحيي من يشاء، والذي يتبعه يحيا إلى الأبد. ودي كلها أعمال من سلطان الله. فقد أقام 3 موتى اللي هو احنا عارفينهم: أقام لعازر من الموت، أقام ابنة ييروس، وأقام ابن أرملة نايين. ومعجزات كتير جدا لم يذكر عنها في الكتاب المقدس إلا القليل. الله كلي القدرة، تعني أن الله له كل القوة والقدرة. لما قال في خروج إصحاح 2: أنا الرب الإله القادر على كل شيء. وتحدث برضو أيوب عن قدرة ربنا وقال: قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر، لأنه هو ضابط الكل فيقدر على كل شيء. المسيح برضو هو إله، هو الله، لذا له القدرة على كل شيء، فقال عن نفسه: بدوني لا تقدروا أن تفعلوا شيء. وبيشهد ليه العهد القديم في أشعياء، لأن احنا قلنا العهد القديم هو عبارة عن نبوات عن حياة المسيح اللي اتحققت في العهد الجديد. ويدعى اسمه عجيبا، مشيرا، إلها قديرا. قديرا يعني كلي القدرة. أما في العهد الجديد وصفه معلمنا بولس الرسول لما قال: حامل كل الأشياء بكلمة قدرته، يعني هو قادر على كل شيء، إنه يحمل كل شيء. فقد أشبع آلاف الجموع ب5 خبزات وسمكتين، فهو كل القدرة، له قدرة مطلقة. مش بس معجزة 5 خبزات وسمكتين، عمل معجزات كتير جدا تبين سلطانه على كل شيء هنعرفهم دلوقتي. كلي المعرفة. هل الله يعرف؟ نعم، الله له المعرفة الكاملة، هو فاحص القلوب والكلى. فإن فاحص القلوب والكلى الله، ده في مزمور 7. والمسيح له المجد عالم بكل شيء، فقد عرف كتير. عرف أول حاجة الأشخاص، عرف بطرس من قبل أساسا ما يتعرف عليه بطرس نفسه ولا يقول له اسمه، هو عرفه على طول. المسيح عرف بطرس وأبوه كمان، قال له: أنت سمعان ابن يونا في يوحنا 1. وعرف كمان بماضي السامرية وخطيتها لما قعد على بير المية، وكان منتظر السامرية لما تيجي، ولما جت قعد يتكلم معاها وعرفها انه عارف ان بالصواب. اجابت لما سألها وقال لها: روحي هاتي زوجك وتعالي،
قالت له ليس لي زوج، فقال لها بالصواب أجبتي، لأن كان لك 5 أزواج والذي معك ليس زوجك. فهو عارف كل قصة حياة السامرية وعارف خطيتها. كمان كان بيعرف الأفكار، لدرجة أنه هو عارف فكر الكتبة والفريسيين. علم يسوع أفكارهم فقال لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم؟ وقال عن نفسه أنا هو الفاحص الكلى والقلوب. فكان بيبقى عارف أفكارهم وعارف نياتهم إيه، وكان بيرد عليها مباشرة. الأحداث، السيد المسيح كان يعرف الأحداث، فعرف بموت لعازر. قال للتلاميذ بالرغم أنه هو كان موجود في مكان تاني خالص غير المكان اللي كان فيه لعازر، قال لهم لعازر حبيبنا قد نام، لكني أذهب لأوقظه. وكان يسوع يقول عن موته، وهم ظنوا أنه يقول عن رقاد النوم. فقال لهم يسوع حينئذ علانية لعازر مات. كمان بيعرف المستقبل القريب. لما طلب منه جباة الضرايب، طلبوا من بطرس الجزية، بطرس أساسا ما قالش المسيح، بس لما راح للسيد المسيح قال له اذهب إلى البحر وإلقي صنارة، وأول سمكة تصطادها خذها وافتح فمها تجد فيها قطع نقود بقيمة 4 دراهم، فادفع عني وعنك. هو عرف موضوع الضرايب اللي عليه هو وبطرس، وكان طبعا سيد المسيح بيدفع كل اللي عليه، زي ما قال لهم اعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله، فكان بيدفع اللي عليه كامل. برضو عرف رحلة الصلب بكل تفاصيلها، وعرف ان بطرس سينكره 3 مرات، وقال له قبل ان يسيح الديك ستنكرني 3 مرات. وعرف برضو بتسليم يهوذا لما قال له هل تسرع ما انت فاعله فافعله. وعرف كمان بشك توما فيه وحديثه مع باقي الرسل، وظهر لتوما وقال له حط ايدك على اثر المسامير والحربة علشان تؤمن ولا تعد غير مؤمنا بل مؤمنا. برضو كان بيعرف المستقبل البعيد، لما عرف بخراب كفر نحوم، وعرف كمان بعلامات المجيء التاني، فكان بيشرح للتلاميذ كل العلامات اللي هتحصل في متى 24. كده هنعرف من معرفة السيد المسيح إنه كانت معرفته للأشخاص ومعرفته للأفكار وللأحداث وللمستقبل القريب والمستقبل البعيد، وكان كمان عارف رحلة الصلب بكل تفاصيلها لأنه هو الله غير المتغير. كلنا عارفين طبعا إن الله ثابت لا يتغير على مدى الزمن وعلى مدى الأجيال وتغيير الأجيال. الله لا يتغير، إحنا بنتغير، إنما الله لا يتغير أبدا. وهو بيعلن ده عن نفسه لما بيقول لأني أنا الرب لا أتغير. والكتاب المقدس نفسه بيؤكد ذلك بكل يقين. ولما قال كمان يسوع المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد، لأنه ثابت لا يتغير، وهو يشترك مع الآب في جوهر واحد لا يتغير، اللي هو المسيح يشترك مع الآب والروح القدس في جوهر واحد اللي هو الله الذي لا يتغير. فالله ثابت في أفكاره، في كلامه، في نصايحه للبشر، في تعاليمه للبشر، ما بتتغيرش. ما مش هنقول مثلا ده ربنا تعاليمه في العهد القديم خلاص راحت عليها ما تنفعش ان احنا ناخد بيها دلوقتي في عصرنا الحديث. لا، كلام ربنا واحد، العهد القديم ينفع ان احنا نعيش بيه والعهد الجديد ينفع نعيش بيه، لان هما بيكملوا بعض، وكلمة ربنا لا تتغير من جيل إلى جيل. سيد المسيح والله هو مخلص العالم. هنبص نلاقي ان العهد القديم والعهد الجديد بيشتركوا مع بعض في التأكيد على ان المسيح له المجد هو مخلص العالم. واحنا قلنا ان العهد القديم بيشهد للمسيح في نبوات كتير جدا عن ميلاده وحياته كلها، وذلك منذ أن بشر الملاك العذراء قائلا ستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. فهنا أعلن عن أن يسوع هيخلص الشعب من إيه؟ من الخطايا. وعند ولادته قال الكتاب المقدس إنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. إذن
هو يسوع هو المخلص، حتى معنى كلمة يسوع معناها مخلص. في العهد القديم المخلص هو الرب، يقول: أليس أنا الرب ولا إله آخر غيري، إله بار ومخلص ليس سواه. يعني الله هو بار وهو المخلص للإنسان، مفيش حد تاني مخلص. في العهد الجديد هنلاقي المسيح هو المخلص الوحيد، فقال بطرس في تبشيره بالمسيح بعد صعود المسيح، ابتدى بطرس يبشر اليهود ويطلع يبشر في كل مكان، قال: ليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. والخلاص هنا يقصد به الخلاص من الخطية وسلطان الشيطان على الإنسان. فإحنا ما كانش ينفع إن إحنا نخلص من الخطية إلا بالمسيح، لأن كل صفات الفادي تنطبق على صفات السيد المسيح، الإله المتجسد الغير محدود الذي مات بإرادته وكان ليه سلطان مطلق على كل شيء، وقدر إن هو يسيطر على الشيطان وينقلنا من الجحيم ويفتح لنا الفردوس. هنا نتكلم عن آخر نقطة، المعلم الصالح. الله هو المعلم الصالح، والسيد المسيح هو المعلم الصالح. فالمسيح هو وحده الصالح والكلي الصلاح، وصلاحه صلاح مطلق، فهو الذي قال عن نفسه: أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. يعني هو وصف نفسه بالراعي الصالح. وإذا واحد تقدم وقال له: أيها المعلم الصالح، أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية؟ فقال له: لماذا تدعوني صالحا؟ أليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله؟ هنا صيغة السؤال مش بينكر إن هو صالح، لا، ده هو عايز يوضح حاجة مهمة قوي. قال له: من يؤمن بحق إنه الصالح وحده وإنه هو الله تكون له الحياة الأبدية. يعني لو أنت فعلا تؤمن إن أنا صالح، أنت ليك حياة أبدية. فأعلن عن نفسه إنه المعلم الصالح، وإن هو صالح وليس صالح إلا الله. هنا هنلاقي إن نفس صفات الله بتنطبق مع صفات السيد المسيح، وطالما الصفات واحدة يبقى السيد المسيح هو الله. فمن مظاهر قدرة السيد المسيح في سلطانه المطلق، وكلمة مطلق يعني غير محدود. ايه مظاهر قدرته؟ كان ليه قدرة على الموت وسلطان على الموت، وهنشوف ده في الثلاث معجزات بتوع إقامة الموتى. أقام لعازر من الموت بعد ما انتن في القبر 4 أيام، خلق له جسد جديد وقام من الموت واداله حياة جديدة. حياته يعني عادت تاني للجسد واداله جسد جديد وقام لعازر من الموت. أقام ابنة أرملة نايين، ده أرملة كانوا حاطين ابنها الميت في النعش، وكانوا رايحين في طريقهم للقبر، وقابلهم المسيح في الطريق وحط ايده على النعش وأمر الولد ان هو يقوم من الموت، وقام في نفس اللحظة. أقام ابنة يايروس، لما يايروس كان عنده بنته وبنته كانت ماتت وكانت في السرير بتاعها، راح لها المسيح ومد ايده وقومها بكلمة واحدة منه. هنلاقي كمان سلطان المسيح المطلق على المرض، ان هو قدر يشفي المولود أعمى. والمولود أعمى على فكرة هي مش معجزة شفاء واحدة، ده في معجزات كتير لعمي كتير المسيح شفاهم. بمجرد ما حط ايده على عينه وجبل من الأرض طين وتفل فيه، وراح حط الطين على عينه وقال له: روح اغتسل في بركة سلوام، وخلق له عينين بعد ما كان من غير عينين خالص، ورجع يشوف تاني. وبرضو في 2 عمي برضو بمجرد ما لمس عينيهم فتحوا على طول. في كمان سلطانه على الشيطان، ان هو كان بيقدر يخرج الشياطين بكلمة واحدة منه بالأمر. ساعات بيبقى من بعيد خالص يقدر ان هو مجرد الشياطين ما تشوفه من بعيد تصرخ وتطلع من الإنسان، أو بمجرد لمس أو بالأمر ان هو يخرج الشياطين من الإنسان.
سلطانه على الطبيعة، كان يقدر ينتهر الأمواج والرياح، بيقول لها اسكت وابكم، في لحظة واحدة كانت بتسكت لما كان معاهم مع التلاميذ على المركب، وقدر ان هو يسيطر على الرياح والأمواج، وقدر كمان ان هو يمشي على المية ضد قوانين الكثافة والجاذبية، قدر يمشي على المية، وكمان يؤمر بطرس ان هو يمشي معاه على المية. فدي كان سلطان عظيم جدا. على النبات، ليه سلطان كبير جدا على النبات، ان هو لما كان ماشي مع التلاميذ وشاف التينة كانت مليانة ورق وكأنها جواها ثمر بالظبط، وده ما كانش وقت تين خالص، ما كانش وقت او موسم التين، بس كانت شكل التينة كأن جواها ثمر بالظبط. فراح عشان يمد ايده ويطلب منها ثمر، دور جواها ملقاش ولا ثمرة، كان شكلها بس كده مورق وجميل جدا، انما من جوه ما فيهاش ولا ثمرة. فراح لعنها، وكلمة اللعن هنا مش بمعنى كلمة وحشة، لا، هو قال لها لا يعود لك ثمر من الآن. فيبست في الحال، يبست يعني دبلت، زبلت في الحال وماتت. هنا يقصد يعلمنا حاجة مهمة قوي، ان الانسان اللي لابس طوب البر وعامل نفسه ان هو بار وكويس جدا شكلا بس من بره، انما من جوه بيبقى انسان شرير، عنده افكار شريرة، بيضايق الناس، بيشتم وبيكذب وهكذا. هو كان يقصد طبعا اليهود اللي كانوا عاملين نفسهم كويسين زي الفريسيين والصدقيين، إنما كانوا متعبين بالنسبة للناس وما كانوش بيمشوا بوصايا ربنا. فكان ليه قدرة على السيطرة على النبات في لعن التينة التي يبست في الحال. هنا كمان لاقي سلطانه على الحيوان، إنه قدر لما خرج الشياطين من على الراجل المجنون الأخرس، واللي كان مليان شياطين لاجئون، فأمر ربنا بخروج الشياطين صرخت وقالت له لا تهلكنا في الجحيم، أؤمر إن احنا ندخل في الخنازير. فبكلمة واحدة من السيد المسيح قدر إن هو يخرج الشياطين كلها، والشياطين دخلت في الخنازير، بس عشان الشياطين شريرة بعملها الشرير قضت على الخنازير، وللأسف أخدتهم في الهلاك وغرقوا في المية، وده كان عمل من عمل الشيطان. سلطان السيد المسيح على الجماد، إنه أشبع الألوف ب5 خبزات وسمكتين، في الولد اللي كان معاه 5 خبزات وسمكتين، وكانوا الجموع حوالين السيد المسيح وكان بيوعظ الجموع كلها، وفات وقت طويل والجموع كلهم جعانين جدا وما كانش فيه غير 5 خبزات وسمكتين. فراح باركهم وشكر وادى التلاميذ، والتلاميذ ادت للجموع اللي كانوا قاعدين في نظام. وطبعا الاكل بقى فيه بركة جامدة جدا، قدر ان هو من سمكتين يبقى فيه أفف سمك كتير، ومن 5 خبزات البركة وصلت لأفف من الخبزات كتير، وفي الآخر بعد ما كلوا وشبعوا لموا 12 أفة فايدة. دايما يكون عندنا إيمان قوي جدا بقدرة السيد المسيح وألوهيته، إن هو ليه قدرة على كل شيء، إن هو الله الخالق، الله القادر على كل شيء، الله الغافر للخطايا، وهو الحياة ومعطي الحياة. ولإلهنا كل المجد، أمين.